شرفي يا ست. وهي أحلى كاسة قهوة لأحلى أمورة بالدنيا. شبكي وصال، ما خربت الدنيا؟ بلا خربت فوق راسي كمان. تخيل أشرف ما عم بقدر ركز حتى على دروسي. يا ربي، لك أنا إذا ما نجحت السنة كل مخططها بده يخرب. أشرف، أنت بتعرف شو يعني إني أهدم حلم عائلتنا كلها؟ شو يعني إني دوس على تعب أبي كل هالسنين برجلي التنتين؟ والله العظيم صايرة حالته تصعب على الكافر. طولي بالك وصال، هي مشاعرك أنا بحترمها، وإنه يأنبك ضميرك لأنك غلطتي هذا شيء طبيعي. مين منا معصوم عن الخطأ؟ بس إنك تكوني بشغلة وتصيري بشغلة تانية هذا مو من العدل يا وصال. السيارة راحت، ولو بتضلي عم تقتلي بحالك 100 سنة السيارة ما رح ترجع. بترجع وقت يكون أوانها. يلا اشربي قهوتك وخلينا نغير الموضوع. هيك انت مو وصال اللي انا بعرفها. ها لك ليش انا عاد عرفت حالي؟ طيب، ما بدك تعرفي اخر اخبار خالتي مرت ابي؟ بتعرفي انه هلا صارت هي تشوفني مثل ما بتشوف اولادها؟ لا يا ستي واعز. شو هالحكي؟ بتتذكري لما قلتي لي انه يمكن الله هداها او اجاها عقل الرحمن؟ الله العليم هذا اللي صار. انا خلص قررت فاتحها بموضوعنا قبل ما فاتح ابي. بس انتي روقي، اضحكي. لا اضحكي ضحكي. هلا اضحكي. خلص صباح الخير خالي، مسائي. صباح النور. تعال اشرب قهوة. حاسبي حسابي. بصراحة الفنجان كان لأبوك، بس هو تأخر على شغله. إلك نصيب. ما اطيبها. صحتين. خالي صحيح سائر بده يخطب؟ ما فشرت عينه، مو ليه صمد له قرشين بالأول من شغله؟ بس هو قال لي انه مصمد. اللي مصمدهم يا دوب يكفوه حق تلبيسه للعروس. انتو يعني بالاول اخطبوا له وبعدين بيصمد وبيتزوج؟ يعني هو قال لك انك تحكي معي؟ بصراحة هو قال لي انه احكي مع الوالد. إيه بس الوالد هو اللي مو موافق. طيب يعني قولتك خالي اذا قلت للوالد انه انا بدي اتزوج يا ترى بيوافق؟ وليش لحتى ما يوافق؟ انت هالسنة بتتخرج وسنة الجاي بتتوظف. وانتي بتوافقي؟ شو قصتك لك أشرف؟ بصراحة وما بتقولي لحدا؟ أبدا. بصراحة في بنت بالجامعة أصغر مني بسنتين، بحبها وبتحبني. حلوة؟ كتير. ناوي تخطبها؟ لخلص امتحان والزواج مأجلينه لحتى أتوظف وأقدر أفتح بيت. بدك تستأجر بيت لحالك بعد ما تتوظف معه؟ يعني وشو بده يكفي راتبك؟ زواج وبيت ومسؤولية. أنا موعود بوظيفة راتبها كتير منيح، وهي كمان رح تتوظف، وهيك بنقدر نبني حياتنا شوي شوي.